السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا متابعي قناة نهار 24. في هذا الفيديو جيناكم بأهم المحطات اللي دازت في مقابلة لعبها سفيان أمرابط، مقابلة رسمية عطى فيها الأداء الرائع، إلا أنه خرج ما كملش المقابلة، وهذا أكيد على حسب ما تداولته الصحافة من بعد المقابلة، هو أنه راجع الإصابة اللي كان كيعاني منها أمرابط، والمدرب ما لعبوش الماتش كامل، ولكن حضوره في الدقائق اللي لعب خلال المباراة كان حضور قوي، وهذا الشيء اللي غتتابعوه معنا من خلال هذا الموجز. نخليكم تتابعوا معنا الموجز ونرجعوا في الآخر. ما تنسوناش من لايك، جيم، بارتاج. إضافية، وإنما ستذهب المباراة إلى ركلات الجزاء بشكل مباشر كما جرت العادة في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث ستذهب مباشرة إلى ركلات الجزاء ولا يوجد هناك أي أشواط إضافية في هذا النوع من المباريات. مباشرة إلى خالد الحدي للتعليق على مجريات هذه المباراة. خالد، مساء الخير، أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور طارق ولضيفيك الكريمين. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا في فني يكون في أرضية الميدان. هذا سفيان أمرابط، هاري ماغواير حاضر أساسيا في هذه المواجهة، حاضر وموجود تمريرة في وسط ترن ما يبدأ به اليونايتد. هذا ماونت رابط، لكن سيكون له دور فعال في وسط الملعب في حال استلام الكرة بالنسبة لليونايتد. يقدم موسما مميزا وشلون بكرة عرضية، وفي النهاية رافايك الممتاز في الجهة اليمنى. ركز الكرة التي تنقل الآن من سفيان بلمسة جميلة. خبايا هذا الملعب واليونايتد في السنوات الماضية لمصلحة اليونايتد. استلام خدوهات، محاولة الآن تأتي على التقدم. شوف سفيان الآن يترك مناطق، لكن يتم تناقلها الآن ما بين يأتي بالشغف، من يأتي بالأداء، من يأتي عودة بعد ذلك لمصلحة أمرابط. لك البرتغالي والتسديدة التي تأتي من سفيان لكنها بعيدة تماما. ودوري الأبطال أمام البايرن وتي لكريستال. هذا سفيان بالنسبة لليونايتد. هذا أمرابط ساكي يحاول في الكرة الماضية في الجهة اليسرى. رمية جانبية الآن لمصلحة كريستال بخ، ولا لاعب اليونايتد ولا حتى جمال. أمرابط صفقة جديدة من دلو الكرة العرضية الأرضية، وأول أهداف اللقاء التي تأتي بالنسبة لليونايتد عن طريق جرناتشو. هي البداية من عند هذا الأرجنتيني أليخاندرو، يسجل أول الأهداف، نقلت بشكل ممتاز صورة هذه المواجهة. لدينا سفيان بتمرير التالية على ملعب الأولد ترافورد. محاولة والتدخل والخطأ يأتي الآن لمصلحة جرناتشو. الكرة لثاني الأهداف والإبعاد يأتي من هذا سفيان. هذا سفيان اليونايتد، وهنا لدينا الله الله يا بليسري. أتت ركنية تلعب على مستوى القابل. الله 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 يرد. نعم 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 نعم. كاسيميرو يقول أنا هنا، أنا موجود، أنا حاضر ليسجل ثاني أهداف اليونايتد. كاسيميرو يتألق من خلال هذه البطولة لمرة ثانية ويسجل. كلموا بعض الربع قالوا له سفيان عنده الكرة، مرابط في الجهة اليمنى المكتب. هنا لدينا كرة سفيان، خطأ لمصلحة سفيان. نص ساعة مشاهدينا متابعين. سفيان عارف شلون هذه تعطيك واليوم تلفوز ينسيك امور كثير على مستوى جماهير اليونايتد بان لقاء الصعب للغايه. هذا سفيان تدخل ياتي في وسط البون خلال 4 مباريات. اليوم خطيره الان، يحاول والكره والتدخل من سفيان، وبعد ذلك المطالبه بان الكره قد تجي. سفيان عنده الكرة، محاولة مرات أن يتقدم من أمام سفيان، لكن هذه لعبته، هذا دوره، هذا قوته في عملية إبعاد الخطر. منتصف في ملعب اللقاء اللي جات وبعد يعني هذا مو تمرين، خلاص انت موضوعك بالخبرة عن طريق سفيان. اليونايتد وهم قلة يعني تميس اليونايتد هذا الموسم. لسفيان
لمصلحة اليونايتد. سفيان يتقدم، سفيان على نهاية أحداث شوط اللقاء. مارسيال مرابط كاس الكرات الأمامية، وهنا لدينا السلام يأتي الآن من سفيان في وسط الملعب، والعمل الذي يأتي والتدخل بعد ذلك والإصابة أنت تتخيل ثواني قليل على نهاية أحداث شوط ما هو قادم. هذه كرة الآن تنقل في الجهة اليسرى. جميل عزيز طارق الحماد، تفضل لك الكلمة. إذا تابعنا معكم مشاهدينا الكرام في وسط الملعب كلاين، روب هولدينغ، ريتشارد بأفضليته. وهل سيود الملعب وسيكون الآن 6 لاعب مدافع. سنرى كيف مقدمة بجوار ماتيتا، ولذلك ممكن إلا إذا مع عبر بكثير من كريستال. نتحدث عن أنه اليونايتد هو الكرة التي واحنا ممكن نروح معاهم لركلات ناتشو. سفيان حسيميرو، عرضية خطيرة، أعقاب الثاني. الله الله الله، ثالث أهداف اليونايتد، ثالث أهداف اليونايتد عن طريق أنتوني مارسيال. هو الآخر يعود، هو الآخر. الانتصار تنطق بعد سفيان كاسيميرو إلى الآن، لأنه ما انتهت المباراة. كاسيميرو وكأنه يكفيل، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. سلام الله على كرة لم تمر. يأتي سفيان المباراة الجاية من العود، عارفينه جيدا لأنه تتحرك هذا هو الأمر على ما يبدو لي في وسط الملعب. شكله من لاعب اليونايتد، والخطأ الذي كابيتانو أصبح الكابيتان صغير، لكن تسديدة إلى خارج، شراسة ورغبة وإلى ما تتوى بعد ذلك. كما تابعتم معنا اعزائنا متابعي قناتنا 24، وما كرهناش انه من خلال التعليقات لتحت تعطيونا رايكم بكل صراحه ودقه. اللي تابع المقابله ولا حتى اللي شاف معنا الملخص ديال المقابله يعطينا رايه بخصوص الحضور ديال امرابط مع مانشستر يونايتد. نتمنوا انكم تعطيونا بصراحه تعليقاتكم على الموضوع، وتدعمونا من خلال جيم، بارطاج، واللي ما مشتركش في القناه يشترك معنا حتى يصلكم جديدنا. شكرا لكم، والنهار تشكركم، والى اللقاء.